تخيّلوا كده معايا أول ليلة في الجنة هتبقى عاملة إزاي، تخيّلوا إن إحنا خلاص اتحاسبنا وإن ربنا برحمته أمر إن إحنا ندخل الجنة، وإن إحنا خلاص واقفين على باب الجنة وفي بداية مسيرتنا للجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبيلاقي أبواب الجنة ال8 مقفولة، فبيخبط على باب منهم بيطلع له رضوان خازن الجنة، فبيقول له: "من أنت؟" فسيدنا محمد بيرد عليه بأدب وتواضع شديد، بيقول له: "أنا محمد." فبيرد عليه يقول له: "بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك." فبيفتح له أبواب الجنة ال8 علشان الناس تبتدي تدخل وكل واحد يتندى على اسمه علشان يدخل، فساعتها الملايكة بترد علينا وبتقول لنا: "سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار." السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الحديث بقية، بس صراحة أنا عن نفسي اتحمست، يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب. هنبتدي كده يومنا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقيت اليوم يا بنات صابح شمس جدًا، فقُلت بقى إيه لأ ما بديهاش، يالّا نشمِّس الفرشة بقى كده. باحاول بقى أقلّبها كده إيه يمين وشمال، وساعات الضِل ييجي ناحية دي أقوم مقلّباها الناحية التانية. أنا لو طُلت إن أنا يعني ربنا يدّيني الصحة والعافية إن أنا أطلّع الفرش كل يوم هاطلّعه كل يوم. قُلت بقى إيه أدخل فطّرت الولاد يا بنات خلاص، وفطرت كمان ما حبيتش إن أنا أطلّعها يعني معاكم. أهو بُصّوا الولاد قالبين الأوضة حرفيًا، كل دي ألعاب على هدوم على حاجات، بُصّوا كل ده ورق مرمي في الأرض. أهو بُصّوا حتى الهدوم في الدولاب مش عاتقينها، يعني علشان الملايات والفوط بعيدة عنهم، فطبعًا مش عارفين يطولوها، وده طبعًا محمد يعني ربنا يبارك فيه. السِن بقى يا بنات عارفين اللي هو إيه، بيحاول يكتشف، بيحاول يشوف الدنيا إيه، ويحاول يقلب الدنيا. كنت قاعدة أصلًا قبلها بليلة قاعدة باطبّق الغسيل، أو الرف بتاعه والرف بتاعها، فلقيته قلبه. قُلت لأ، أنا مش هاكمّل خلّيني الصبح أحسن كده إيه، في بداية يومي أحسن. فطبعًا زي ما أنتم شايفين الفوط حاولت إن أنا أركنها على جنب، والملايات حاطة المشجّر في ناحية والسادة في ناحية. بُصّوا مناديل بقى وورق وحاجات يعني ما أعرفش الواحد يتعب له شوية يلاقي الدنيا يعني زي الزفت، يالّا يعيشوا ويعملوا بقى ويعيشوا ويبوّظوا يالّا. هابتدي بقى إيه، أكنس كده وأضبّط الدنيا وأسيّقها تسييقة محترمة، وهنكمّل كلامنا، ولو في أي حاجة بنات محتاجة توضيح هنتكلّم فيها بإذن الله، تمام؟ هنرجع بقى للجنة، أول ليلة في الجنة يا بنات، هتبقى عاملة إزاي؟ تخيّلوا كده إن إحنا داخلين الجنة والملايكة بتقول لنا: "سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار." مجرّد ما باب الجنة كده بيتفتح بتلاقي نور، نور طالع منها، وإن إحنا داخلين. تخيّلوا كده تدخلوا يبقى نِفْسكم في إيه؟ تخيّلوا كده إن أنتم دخلتوا الجنة هيبقى نِفْسكم في إيه؟ أنا لمّا فكّرت فيها باقول إيه ما بيني كده وما بين نَفْسي، نِفْسي في إيه، نِفْسي أشوف كل الناس حبايبنا اللي سابونا وجعنا فراقنا وجعنا فراقهم صعبة. نِفْسي أشوف مين، نِفْسي أشوف ربنا، نِفْسي أشوف ربنا حقيقي، نِفْسي أشوف مين تاني، نِفْسي أشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هنشرب من يده يعني شربة لن نظمأ بعدها أبدًا. نِفْسي أشوف مين تاني، نِفْسي أشوف السيدة خديجة اللي وقفت جنبه وساندته، وأشوف السيدة عائشة والسيدة حفصة وكل نساء المؤمنين. مين تاني، نِفْسي أشوف أبو بكر، إزاي الصحوبية زي دي قدرت إنها تصمد كل السنين دي، وبعد كل السنين دي نشوف مين تاني، نشوف سيدنا عمر بن الخطاب، إزاي قدر إن هو يبقى الفاروق، إزاي يعني تخيّلوا يا بنات أنا لمّا باسمع إن الشيطان لمّا كان بيشوفه في شارع كان بيحوّد من الشارع التاني، الشيطان. تخيّلوا كده برضه عايزة أشوف مين، سيدنا عثمان بن عفان، إزاي قدر يعني إن هو يختم القرآن كلّه في ركعة واحدة، إزاي قدر يعملها. عايزين برضه نشوف مين، سيدنا علي بن أبي طالب، إزاي قدر وهو لسه يعني غلام صغير إن هو ينام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. إزاي، إزاي قدر إن هو يعملها، هو عارف إن كان ممكن الكفار ما يرفعوش الغطا ويشوفوا إن هو عليه، كان ممكن يموت يعني فداءً للرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ وبرضه يا بنات السيدة فاطمة، وإزاي برضه كنا عايزين نشوف مين،
حاجات كتيرة أوي كنا عايزين تفسير ليها، عايزين نشوف مين، عايزين نشوف سيدنا إبراهيم اللي هو أشبه الخلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان كنا عايزين نشوف مين، سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وإخوة يوسف، وكمان مين وكمان مين، وأهل الكهف كنا عايزين نعرف عددهم كام، وعايزين نشوف سيدنا موسى، وكمان عايزين نشوف مين ومين ومين ومين، ناس كتيرة قوي عايزين نشوف مين. فكروا كده وقولوا لي في الكومنتات اكتر حد كنتوا عايزين تشوفوه. طبعا مش هننسى ان احنا عايزين نشوف كل حبايبنا وقرايبنا، كل الناس اللي احنا بنحبها، كل حد بنحبه وبنشتاق له وبندعي له. لما نفكر يا بنات او يعني نفتكر الناس دي نفتكرها بالرحمة. نسينا نقول كمان ايه، نسينا نقول ان اعمارنا في الجنة هتبقى في سن ال33، يعني انا وامي واخويا واختي وجدي وجدتي وكل الناس دي هيبقى عمرنا واحد، هيبقى 33. لا في مرض ولا تعب ولا فكر ولا زعل ولا اي حاجة خالص. تخيلوا كده ان ربنا هيقول، يعني هيطل علينا في الجنة ويقول لنا تعالوا، يعني بيبعت الملائكة ان هو ايه، تعالوا علشان تزوروني، نروح لربنا. فبيرفع الحجاب من على وشه، يا رب ارزقنا لذة النظر الى وجهه يا رب العالمين، يا رب يا رب يا رب ما تحرمنا من لذة النظر الى وجهك يا رب. تخيلوا كده انتوا قاعدين مع ربنا وربنا بيدي يعني خطبة لكل واحد باسمه. ايه ده، انا ربنا هينده عليا باسمي؟ اه. بس لو دخلت الجنة، احنا عارفين يا بنات ان الدنيا فيها فتن كتير وحاجات كتير بتشدك وبتجذبك ان احنا يعني ان احنا نعصي ربنا، بس الجنة فعلا تستاهل. انا بحاول ان انا اذكر نفسي واياكم، يعني انا مش احسن منكم في حاجة، يعني اكيد في ناس كتير احسن مني. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا ان احنا ندخل جنتك يا رب العالمين يا رب. طولت عليكم يا بنات، مش عارفة بقى هل الكلام النهاردة عجبكم ولا ايه، مش عارفة. روقت الأوضة وكنت طبعا غاسلة الشرشوبة كويس، بفكها يا بنات وبغسلها الأول، بنقعها في كلور لو هي يعني يعني مش يعني هي متبهدلة قوي، بفكها وبنقعها في كلور، كلور أبيض يعني، وبعد كده ومية مغلية، وبعد كده بقوم حطاها في الغسالة. طبعا لازم أسيبها تنشف الأول، بحطها في الغسالة مع المسحوق الجل العادي، وبسيبها بقى خلاص، وبطلعها طبعا البلكونة عشان تنشف، لازم تنشف عشان ما تعملش ريحة. تمام. وبسيق بايه، بسيق ب كان عندي، يا رب اللهم صل على سيدنا محمد، معطر. بسيق بيه او اي حاجة موجودة عندي بسيق بيها، انا ما بقولش لا، بس بحط المية ايه، بحط المية سخنة، بسيق بمية سخنة بتدي ريحة وبتثبت الريحة بتاعة المعطر يا بنات. تمام. عملت بقى غدا سريع كده، لان انا كمان قلبت الاوضه بتاعتي ونفضتها وظبطتها وطبقت فيها ضلفه كده من الدولاب، ودولاب الولاد برضه يا بنات انا ايه، حاولت ان انا اظبط فيه ضلفه يعني. ظبطت الدنيا كده فيه على قد ما اقدر، ولسه هكمل بقى بس ايه ميعاد الغدا خلاص. عملت شويه كشري طبعا زي ما انتوا شفتوا كده الطريقه، بقلب كده الرز مع الكشري وبغسلهم، وبعد كده بنزلهم في زيت يتشوحوا، وبعد كده بزود عليهم ميه مغليه، لازم ميه مغليه، وبعد كده بحمر بطاطس، بتبلهم بملح وكمون او كزبره. زي ما انتم شايفين كده عملت طماطم مخلله. ممكن بقى تعملي مع الاكل ده ايه، ممكن تعملي بيض، في ناس بتحب مع الكشري السمك المشوي الصغير ده، عارفينه الحلو ده. عملنا بقى ايه الطماطم بالدقه دي، انا بموت فيها، فعشان كده ما بعملش منها كتير، عشان طبعا الولاد ما ينفعش ان هم ياكلوا منها. هبتدي كده اقلب البطاطس واطلعها اهو. بس اقول لكم على حاجه، مهما الواحد عمل مش زي ما الام برضو ما بتعمل، يعني مجرد مثلا ما اعمل لنفسي، احمر لنفسي بطاطس او اعمل لنفسي سندوتش جبنه، مش زي ما ماما هي اللي تعمله. لا حقيقي، ما انا بقول ايه، طب مثلا العيش من بره والجبنه من بره، ولا هي ايه؟ ما فكرت كده فيها قلت ايه، لا ده هي البركه، السر في البركه. شايفين يا بنات الكشري مفلفل وزي الفل، بصوا حبة بحبتها ومش معجن خالص، جميل، أكلة سهلة، أكلة سريعة، ويعني مش هقول لكم مش مكلفة، يعني كل حاجة دلوقتي بتكلف.
أتمنى فيديو النهارده يعجبِك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.